الحمد لله رب العالمين والحمد حسن الثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحق ويهدي السبيل واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم امام الانبياء والمرسلين ثم اما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى كما سياتي ان شاء الله: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الصلاة حسنة ولا سيئة؟ حسنة. العلم حسنة. الصدقة حسنة. كونك ان انت تدفع الجهل حسنة. إماطة الأذى عن الطريق حسنة. قول معروف حسنة. دعوة إلى الله حسنة. وضوء حسنة. قيام حسنة. كل شيء يتفق عليه الناس ويتفق عليه الدين والشريعة، حتى الأديان التي كانت قبل الإسلام، كل الأشياء التي تدعو إلى الحنيفية وتدعو إلى سمو الأخلاق وإلى رضا الله سبحانه وتعالى، كل هذه حسنة، وكل خلاف ذلك سيئة. فمستحيل أن أنت تساوي الذي يعمل بالذي لا يعمل، الذي يعلم بالذي لا يعلم، الذي يدفع الجهل والبطش بالذي يبطش ويجهل. مستحيل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الآية دي ما بيعملهاش أي حد. مش أي حد يقدر يعني يتسم بهذا الخلق العظيم، لأن الآية دي ممكن تبقى تقيلة شوية على بعض الناس أو كتير من الناس. معنى الآية كده باختصار إن أنت بتدفع اللي هو ممكن يكون سبك وشتمك وأذاك وظلمك، ورغم كده اللي أنت بتعرض عنه، وكمان بتقابل هذه الإساءة بإحسان منك، عملا بقول الله عز وجل زي الآية برضه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فطبعا المرتبة دي مرتبة عالية جدا، مرتبة الإحسان، ان انت كمان تحسن الى من اساء اليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك باع كبير. يعني عندك كان احد المشركين ومن صناديد المشركين كمان، ثمامة بن أثال رضي الله عنه وارضاه، لانه اسلم بعد كده، وهتعرف ان هو اسلم بسبب ايه. في مره من المرات آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين، ونال منه النبي صلى الله عليه وسلم فربطه في أحد أعمدة السواري بتاعت المسجد، اللي هي الأعمدة. ويمر عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول ويقول له صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإذا أردت مالا فسل منه ما شئت. ده بيهدد مين؟ ده بيهدد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة الإسلامية. يعني أنت ده بإشارة بس من النبي عليه الصلاة والسلام لأي حد من الصحابة، إشارة بس، عشان بس نرد على الناس اللي هي بتقول إن الإسلام جاء لسفك الدماء والقتل الناس، وان انت تجبرهم على الدخول في ابدا ابدا والله. ان تقتل ذا دم، وان تنعم على شاكر، واذا اردت مالا فسل منه ما شئت. ده بيهدد كمان، يعني انت مربوطه بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. ومحدش من الصحابة يقدر يعمل أي حاجة إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، مؤدبين. إجا في اليوم الثاني قال له نفس الكلام، الثالث نفس الكلام.
شوف بقى رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده قال له إيه؟ ما عملش حاجة، هو بس أمر واحد بس، أطلقوا ثمامة، يعني فكوا أسود، سيبوه. هو الراجل استعجل. أنت معاك كل حاجة، السلطات كلها والقوة كلها، وأنا بين إيديك، وكمان أنا بأذيك، وكمان بهددك، وبتعمل إيه في الآخر؟ أنت بتعفو عني. سبحان الله، ما زاد عبد عفو إلا عزة. تخيل رد فعله عمل إيه؟ أن راح إلى حائط من حيطان المدينة واغتسل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وحد أسلم وحسن إسلامه بسبب إيه؟ بسبب العفو. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الناس عندها مهارة الرد، يعرف يرد ويعرف بدل الشكمة شكمتين وثلاثة، ويقدر يعمل كل حاجة خلاص. ولكن عايزين نتسم بهذا الخلق، اللي انت تدفع الجهل ده. يا عم مش قادر خالص ان انت تدفع بالحسنة، يعني انت تقابلها بالحسنة، اسكت، اعرض، ما تتكلمش معاه، اعرض عن الجاهلين. لكن تلاقي في نهار رمضان تلاقي كل واحد عنده موهبة بيطلعها. الساعة اللي هي قبل الفطار دي، ايه ده؟ ايه ده؟ كأن قامت القيامة، الحق قبل ما العيش يفوتني، الحق قبل ما طبق الرز يتشال من قدامي، الحق قبل ما ياكلوا نايبي. ليه؟ اللي يخليك صايم كل الساعات دي مش قادر آخر نص ساعة، وتلاقي بقى ايه؟ السباب والشتم وسب الدين، كل واحد بقى عنده موهبة بتطلعها. ادفع بالتي هي أحسن. والله أحسن حاجة اللي أنت تعرض. ودايما البيتين دول ما بنساهمش. إذا نطق، ده اللي قاله الشافعي: إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كبدا يموت. عايز تغيظه وعايز تخليه يتشل كده وهو قاعد، ما تكلموش، اضحك كده في وشه، هيقول لك بارد ومش بارد، عادي ماشي. مرة واحد من المرات، عشان تاخد الدنيا ببساطة، واحد من المرات مشى، فقام قال له واحد: ايه انت يا حمار؟ فاللي سمع الكلام ده شاف الراجل ده بيتشتم وماشي مش في دماغه، قال له: تعالى، الراجل ده بيشتمك، بيقول انت حمار. قال له: هو انا حمار؟ قال له: لا. قال له: خلاص انا ما ردتش عليه بس. فانت تاخد الامور ببساطه. انا عارف الموضوع صعب، الايه دي صعبه شويه في الامل، فاني خصوصا الناس مضغوطه وعليها الضغط جامد، بس صدقني عايزه مجاهده مره واثنين وثلاثه، ان انت تدرب نفسك على الحلم والاناه، واللي انت تدرب نفسك اللي انت تبعد عن اي مشاكل واي ضغوطات واي يعني جدال مع اي حد. والله هتريح نفسك. فاذا الذي بينك وبينه عداوه. وانا طبعا ليا في مواقف كتير في المساله دي، وتلاقيت لما انا رديت نفس الاساءه، طبعا على فكره من باب الانصاف، لو انت رديت بنفس الاساءه وما اعتدتش، لا اسم عليك. حد يقدر يقول لي الايه؟ وان عاقبتم فاعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بس ربنا قال لك ايه بقى؟ ان صبرتم لهو خير للصابرين. وبعد كده برضه قال لك: ولمن عفا واصلح اجره على الله. فكونك ان انت تدفع بمقابل ماشي، وما اعتدتش ماشي، لكن ان انت بقى تدفع بكمان باحسان منك، وان انت تقول احسان، وان انت ترد باحسان وتقابلها بالاحسان، دي مرتبه عاليه جدا مش لاقي حد. وصدقني بيجي من وراها خيرات. ايه بقى اللي بيحصل بعد كده؟ على راي المثل: ما محبه الا بعد عداوه. هي دي بقى تسجيل الايه: فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي مقرب حميم محب. تلاقي الراجل ده اللي هو كان بيكرهك في يوم من الايام، والصحابي اللي احنا عارفينه اللي هو قال للنبي عليه الصلاه والسلام: والله ما كان بوجه في هذه الارض
أبغض من وجهك، وما كانش في حد بطيئه خالص، خصوصا لما تكون انت فيها يا رسول الله، ولما تكون اما بشوفك والدين بتاعك اصلا ما بقبلوش. دلوقتي احب الوجوه الى قلبي هو وجهك صلى الله عليه وسلم، واحب الاديان الى قلبي دينك. بسبب ايه؟ بسبب الحلم، بسبب اللي انت بترفق بالعصاب، اللي انت بتحلم. طبعا نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يرزقنا الحلم بين الناس. ده تفسير الايه. بالنسبه لصلاه الثلاث ركعات امبارح اللي هو سهل، لما رجعت لاهل العلم الحمد لله ان احنا كنا على صواب، لان في بعض الاخوه عاتبوني قالوا ان احنا كنا نقوم بالركعه الرابعه عشان هي ليله وتريه. اسف، التهجد المعروف ان النبي عليه السلام بيصلي كام؟ 11. انت كده صليت ركعه زياده، خلاص كده ما بقاش ركعات وتريه. فلما رجعنا لاهل العلم قال لك هنا طالما سهل خلاص سوها عليه، لا تعد ركعه زائده. والصحيح الحمد لله ان هو انت تكبر هذا السهو سواء بزياده او بنقص بان انت بتسجد سجدتين سهله. اما بقى قول ان انت تجيب الركعه الرابعه هذا قول مبطول، قول مبطول لا اصل له. هذا الله تبارك وتعالى اعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.